السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جات نحضر معكم بريوات رائعين واقتصاديين. رمضان على الابواب، يمكن لكم تحضرهم رمضان او الناس اللي كيخدموا الطلبيات. انا هذه كانت عندي كوموند وصورتها معكم. بالنسبه لعدد الحبات 100 حبه. في اثناء الفيديو غادي نقول لكم شحال كنخرج انا الحبه. دوزوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 4 كيلو ديال البصله و6 كيلو ديال الجداد، يعني جوج جدادات فيها واحده 3 كيلو واحده فيها 3 كيلو، يعني المجموع 6 كيلو. بالنسبه للبصله كان الطريقه ديالي اللي كنعتمد دائما انا في البريوات. عندي 2 كيلو مشلضه وجوج كيلو مطحونه اما في الهاشور اما في مونينكس، المهم اللي بغيتو نتوما، ما كايناش زعما الفرق فحال مونيكس فحال هاشور. والثومه عندي 4 ديال الفصول ديال الثومه. كتاخدو شي طنجره تكون كبيره يعني ما كتلصقش، اولا الطنجر المهم اللي متوفر في المنزل. مهم تكون ما كتلصقش، الا كانت كتلصق يعني عملوا عافيه تكون مهيله باش ما تلصقش معكم. في الاسفل كنعملوا ديك البصله اللي عدلناها، وفوق الجدد ما كنحركوهمش كنخليهم هكذا. بالنسبه للمقادير عندي مغرفه كبيره ديال سكنجبير، مغرفه كبيره ديال الخرقوم، يعني المهم انا كنقصدكم مغارف كبار يعني ماشي صغارين. وديك المغرفه اللي عبرنا بها سكنجبير والخرقوم هي نيتا نعملو بها الابزار، ولكن ما تكونش عامره بزاف. عندي 3 د المغارف ديال الربيع. هنايا الكاميرا ما صورت لي هاد اللقطه هادي. هنايا عندي القرفه المهم تكون مغروفه ديال القرفه، ومغروفه ديال السمن حار. مغروفه السمن حار ما تكونش عامره المهم بالنسبه للسمن حار ما تعمروش المغروفه. ومغروفه ديال الهريسه، وكاس يكون عامر ديال زيت بيضه وزيت الزيتون. المهم كنخليو هادشي هذا كامل حتى كطلع فيه العافيه، يعني بشويه بشويه كما شفتوها تبقى تطلع العافيه. وحنا كنحركو غير الجد من فوق، يعني ما غاديش نطلعوا البصله فوق الجدد، يعني بقاو غير تحركوا فحال اللي تخشيو المغروفه هيدا شويه. وعليو من احسن يكونوا المغارف بحال هكا د الخشب الا ما كانوش، المهم اي حاجه متوفره في المنزل. بالنسبه لهنا الكنور انا استعمل 2 حبات ديال الكنور. الدجاج يعني 2 حبات. بالنسبه للكنور يمكن لكم يعني اختياري، اللي بغى يعملو يعملو واللي ما بغى ما يعملوش. المهم ماشي ضروري في هاد البريوت هادو، المهم اللي كيعجبو يعدلو اللي ما كيعجبوش ما يعدلوش. كما كتشوفوا بعد ما بقينا كنحركوه بشويه بشويه غير تجد من فوقي. بصله لقيتنا الماء ديالها ولكن ما تغفلوش، يعني دابا تبقاو تحركوا حتى من تحت. واخا تشوفوا هاد المرقه يعني مرقه كاينه، ولكن تقدر تلصقكم من تحت، يعني بقاو تحركوا وتطلعوا حتى من تحت، يعني ما تغفلوش عليها في هاد المرحله هادي. ضروري بقاو واحد المراقبه دابا وساعه. ملي شفت هنايا الجداد يعني طابو حيدتهم عملتهم في هاد الكسكاس يسقطروا، ومن بعد ما يستقطروا عاد غادي نفركو الجدد. هنايا عندي 8 ديال البيضات. عمي شفت ان ديك البصله بدات كتشرب يعني بقات كتشرب ديك المرقه. غادي نخوي لها هنايا 8 د البيضات. بالنسبه ل 8 د البيضات والبصله يمكن لكم تعملوا 6 كيلو د البصله وتعملوا 14 بيضه. انا هنايا ما كانش خصني زعما البصل يجوا فيهم بزاف وبيضات بزاف، عملت غير 4 كيلو د البصله وعملت 8 د البيضات. المهم هنا ملي تخويوهم خصكم تبقاو تحركوا يعني ما توقفوش يدكم بصفه نهائيه. يعني المهم واخا كتشوفوا ان داكشي باقي يعني مرقه بزاف، ولكن غير بقاو تحركوا هي تبقى تنشف معكم بشويه بشويه. كل ما كتحركوا كل ما هي يعني كتنشف معكم. وفي هاد الاثناء ملي تشوفوا ان الخليط ديالنا يعني انسجم مع بعضياتو عاد تخليوها تشرب. يعني المهم بقاو تحركوها شويه، المهم تغفلوا عليها شويه وحركوها تغفلوا عليها شويه يعني تحركوها، يعني ماشي تغفلوا عليها مره حتى تقدر تلصق لكم. هنايا من بعد ما بردوا الدجاج يعني فركناهم، ولكن يكونوا متفركوهم فركوهم يعني يكونوا صغارين، متفركوش يعني كبارين. بالنسبه لنا البصله والبيضات من بعد ما بدات كتنشف لنا، ماشي بالضروره انها تنشف مره عاد عملوها تستقطر. المهم تشوفوها بدات كتنشف عملوها تستقطر. المهم كما كتشوفوا في الفيديو البصله في الاول عملنا الدجاج يستقطروا، من بعد عملنا بيضه وبصلات هما يستقطروا باش يكونوا ناشفين بجوج باش نخلطوهم مع بعضياتهم. من بعد ما نشوفوا ديك البصله وبيضتين يستقطروا مزيان عاد نخلطوا عليهم الجدد ونخلطوا داكشي كامل ديك الساعه مع بعضياتهم. وفي هاد الاثناء من بعد ما خويت الجدد على بصله، هنايا غنبقى نخلط يعني بشويه بشويه تنشوف بان الخليط اصبح متجانس، يعني داكشي تجانس مع بعضياتو، مبقاش كيبان لنا الفرق بين الجداد وكيبان لنا بيضات مثلا ولا بصله. المهم داكشي يرجع يعني يتخلط مع بعضياتو مزيان. وانتم كتخلطوا عينكم ميزانكم، يعني غتلاحظوا بان داكشي راه تخلط
كما كتشوفوا في لا فيديو هنايا. من بعد ما خلطت بشويه بشويه المهم الفيديو كيوضح نفسه، يعني داكشي باين غير في فيديو. وهنايا شاركت معكم الطريقه كيفاش كنلوي بريوات. المهم طريقه سهله كما كتشوفوا في لا فيديو. حتى اللي ما كيعرفش الطريقه يعني ينزل فيديو حدا ويشوف هاد المرحله هادي، اكيد في الاخير غادي تستغل. وهنايا كنكونوا قربنا نساليو لا فيديو. خنقول لكم شكرا على المشاهده وشكرا على الدعم ديالكم. وبالنسبه لهاد البريوات انا بكل صراحه كنقول لكم يعني كيجيو رائعين عن تجربه، وكنتمنى الناس اللي جربوهم يشاركوهم معايا في الكومنتيرات ويقولوا لي المذاق ديالهم كيفاش جا، واللي بغى يزكيهم يعني يجيو كبارين، يعني هادو من حجم متوسط كيخرجوها 100 حبه. الا بغيتوهم يجوكم كبارين بزاف يعني زيدوا معاهم شعريه صينيه، اولا تزيدوا معاهم مثلا تعملوا 14 بيضه وتعملوا 6 ديال الكيلو ديال البصله. انا ما عملتش بزاف كما لاحظتوا، عملت 4 كيلو ديال البصله وعملت غير 8 بيضات. المهم نتوما كيبقى لكم اختياري، هادو انا كنقول لكم اما تزيدوا 6 كيلو د البصله وتزيدوا 14 بيضه وتزيدوا معاهم الشعريه الصينيه عيجيو كبارين ويخرجوكم واحد كميه كبيره ما شاء الله. يمكن لكم تخبعوهم رمضان. الناس اللي كيخدموا كوموند حتى هما ما شاء الله كيخرجوا يعني كيخرجوا، وكثر ملي كيكونوا بجداني اثمنه متناول الجميع 14 درهم 15. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنقول لكم كنعاود نقول لكم شكرا على الاشتراك في القناه وشكرا على مشاهده ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. وهنا نسيت ما شاركتش معكم يعني باش كنشدهم بالدقيق. يعني بالنسبه لنا البريوات كنشدوهم بالدقيق باش ما كيتفتحوش معانا. وبالنسبه للاحتفاظ ديالهم في المجمد، كل طبقة كنعملو اما كاغيد الومنيوم اولا بلاستيك اولا سلوفان باش ما كيتلصقوناش مع بعضهم. ملي كنجيو نجبدوهم كيجيونا ساهلين.